الأكلة دي بقى اقتصادية وكمان ناجحة بنسبة 100%. هنعمل مع بعض بقى النهاردة بكبكة بكفتة الفراخ. سهل قوي قوي وكمان هتنجح معاكي، والكفتة عمرها ما هتفك أبدا ولا المكرونة تعجن. اتفرجي بقى على الفيديو للنهاية وهقولك ازاي هتعمليه بطريقة سهلة قوي. يا ريت تدعميني بلايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. تمام. أول حاجة ده نص كيلو من صدور الفراخ. هبدأ بقى كده أفرمه في الكبة، وبعد كده هجيب معايا بصلاية كبيرة هفرمها برضو في الكبه، ومعاها قرن فلفل بقى حامي، ده اختياري، لو عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه براحتك جدا. هبدا بقى كده اعصر البصل، انزل الميه بتاعته كويس قوي. تمام. انا طحنت البصل كويس قوي، نعمته كويس جدا. هبدا بقى كده اصفي الميه بتاعته، لازم طبعا تصفي الميه بتاعته كلها. بعد كده بقى هنزل بمعلقتين من البقسماط، معلقتين اتنين بس. تمام. وهنزل كمان بقى فلفل اسود وملح وبهارات فراخ. بس انا بحب احط الحاجات دي بس كده في كفتة الفراخ. هبدأ بقى كده اعجن كويس جدا جدا. لازم الخطوة دي مهمة جدا عشان ما تفكش معاكي. هعجن كويس قوي لحد ما اخلي في العجينة الكفتة بتاعتي يكون فيها نسيج كده، او ممكن تطحنيها في الكبة تاني لو حابة. بس صراحة انا عملتها على ايديا. بعد كده بقى هبدأ اعملها كور زي ما انت شايفة بالشكل ده كده، كور صغيرة كده. هبدأ اكورها كلها بنفس الشكل ده كده. وكمان ممكن تضيفي في الخلطة بتاعة الكفتة معلقة نشا صغيرة عشان تضمني ان هي متفكش معاكي ابدا ابدا. هبدأ بقى كده احط حلة على النار فيها سمنة على زيت، وابدأ بقى كده احمر الكفتة بتاعتي. هديها لون ذهبي بس. شايفة ما شاء الله بتتقلب كويس جدا ومش بتفك ابدا. شايفة الجمال. هبدأ بقى كده اديها لون ذهبي بس زي ما انت شايفة كده. بس وخلاص. بعد كده بقى في نفس الحلة اللي انا حمرت فيها الكفتة، هبدأ بقى كده انزل ببصلاية متوسطة وفصين توم. مش هنحتاج غير حلة واحدة بس. الاكل بتاعي النهاردة ده مش هنوسخ مواعين خالص. بس بقى هبدأ كده بقى احمر كده بالطريقة دي. هيديني بقى لون ذهبي كده. اول ما ياخد معايا لون ذهبي هنزل بقى بقرن فلفل برضو حامي كمان، لو انتي حباه برضو ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص لو انتي مش بتحبي الحامي. هنزل بقى كده بعصير الطماطم. ده كيلو من عصير الطماطم. ده كيلو طماطم عصرته كويس وصفيته ونزلت بيه بقى على البصل اللي اخد لوني الذهبي. بعد كده بقى هنزل بيه برضو في الصلصه بتاعتي دي. هنزل بيها بفلفل اسود وملح. بعد كده بقى انا ده مكرونه انا اديتها حمرتها، خليتها لونها كده ذهبي. ممكن تستغني عن خطوه التحمير دي وتحطيها زي ما هي من غير ما تاخد تحمير خالص. بس انا بحب احمرها، مش بتخليها ابدا ابدا ان هي تعجن معاكي، بتخلي المكرونه ما شاء الله تفضل معاكي ممكن لتاني يوم كمان. بعد كده بقى ده كان كيلو مكرونه حمرته. هنزل بقى كده بميه سخنه بتغلي، ميه تكون بتغلي. هنزل على الصلصه بعد ما تتسبك كده معايا. هنزل بيها طبعا. انا بعد لما الصلصه اتسبكت كده خدت نص تسبيكه نزلت بالكفته بتاعتي. وبعد كده بقى نزلت بالميه اللي بتغلي. اول بقى ما تغلي معايا بالطريقه دي كده هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي. هنزل بقى بكل المكرونه كده بعد بقى ما خدت اللون الذهبي الجميل ده. واقلب بقى كده واظبط الملح بتاعي، واسيبها بقى كده على نار عاليه تبقبق بقى مع نفسها. وطبعا لازم يكون فيها صوص كده ما تكونش ناشفه. لو حسيتي ان هي بدات تشرب الصوص بتاعها معاكي حطي ميه بتغلي. لازم الميه طبعا تكون بتغلي. تمام. بس بقى شايفه الجمال، شايفه الصوص بتاعها كانت حلوه قوي كده. خلاص بقى كانت استوت معايا حلوه جدا جدا. جربوها بنفس الطريقة وهتعجبكم قوي، واقتصادية جدا جدا. وكمان هتكفي افراد كتير قوي. وما شاء الله حلوة قوي قوي. يلا بقى ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.